بونجور، اهلا بيكم طلاب تالتة ثانوي في اول فيديو من فيديوهات مراجعة اللغة الفرنسية. النهاردة ان شاء الله هنحل اول امتحان من امتحانات كتاب برافو طبقا للمواصفات الجديدة للامتحان. اول حاجة عندنا دودو كومون قطعتين، القطعتين كل قطعة 5 اسئلة، والخمس اسئلة شوازي اختياري. وبعد كده عندنا 7 اسئلة ستواسيون مواقف، كل سؤال عليه درجتين، و8 اسئلة الجرامير. ما عندناش الجزء المقالي اللي هو السوجي والميل مش موجودين في الامتحان. ده شكل الامتحان بتاعنا. اول حاجة عندنا الدوكومو القطعة، ويبقى عليها 5 اسئلة اختياري. جو مابيل جاسيكا، انا اسمي جاسيكا وده اسم بنت. جو سوي فرانسيز، انا فرنسية. جي 17 انا عندي 17 سنة. جو في اليكول انيس، انا اذهب الى مدرسة انيس في مدينة نيس الفرنسية، وده اسم مدينة. جي دو فرير، انا عندي اخين. لو بريمير يعني الاول اسمه توما. إلى 14 هو عنده 14 سنة. لو سيجوند التاني سابيل يوهان اللي هو اسمه يوهان. إلى 9 عنده 9 سنين. مون بير إي إيطاليان، أبي يكون إيطالي. إلي فلوريست، هو فلوريست بائع زهور. مامير إي ألموند، وأمي ألمانية. إلي أفوكات، هي محامية. مي فرير إي موا، اخواتي الولاد وانا. بارلون فرونسي، بنتكلم فرنساوي. ايطاليان اي المون، بنتكلم فرنساوي ايطالي الماني. الا ميزون في المنزل. nous avons une grande maison، نحن لدينا منزل كبير. avec un chien، والمنزل هنا فيه كلب. et deux chats، وقطتين. aujourd'hui يعني اليوم. on est samedi، احنا النهارده السبت. nous rendons visite à notre grand-mère، نحن هنزور جدتنا. إلى 84 عندها 84 سنة. Elle habite dans un village، تسكن في فيلاج يعني قرية. بالوان دو نيس، بالوان دي يعني ليست بعيدة من مدينة نيس اللي احنا ساكن فيها. جادور ما جرامير، أنا أعشق جدتي. إلي تري جونتيل، هي لطيفة جدا. الفي دو بون جاتو، وبتعمل جاتو جميل. لاندي يوم الاثنين. جو روتورن أليكول، روتورن يعني أعود. جو سوي كونتونت، انا سعيده. جو في فوار ايميلي، سعيده اللي انا هشوف صديقتي ايميلي. سي ما ميور امي، انها صديقتي المقربه او المفضله. جيم بوكو ليكول، احب كثيرا المدرسه. مي ماتير بريفيري، موادي المفضله. سون لو فرونسي، الفرنساوي. اي لو بي اس، او بي اس اللي هي الالعاب، حصه الالعاب. جيم بوكو لير، احب كثيرا القراءه. اي ناج تريبيان، وبعوم كويس جدا. جاسيكا اي باسيوني، باسيوني يعني مغرمة. مغرمة بالايه؟ بالدو ليكتور، مغرمة بالقراءة. اليكول في المدرسة. جاسيكا اي فورتون فرونسي، تكون قوية في اللغة الفرنسية. لا فامي دو جاسيكا اي كومبوزي دو، كومبوزي دو يعني تتكون من 5 بيرسون، من 5 اشخاص. من هم الخمسة؟ جاسيكا واخوها طبعا يوان وتوما والاب والام، يبقى دي كده الخمسه. لا مير دو جاسيكا ايه، مامة جاسيكا تكون افوكات محاميه. سامدي يوم السبت. جاسيكا اي سا فامي روند فيزيت الا جران مير، روند فيزيت الا جران مير يعني هيزوروا جدته. القطعه الثانيه شارلوت هي اللي كاتبه القطعه دي، وبتوصف هنا مافيل المدينه بتاعتها. بتقول جابيت دونزان كارتي كالم، انا اسكن في حي هادئ. dans une belle ville في مدينة جميلة. dans le nord في شمال فرنسا. il y a quartier très agréable في حي ممتع جدا. pour se balader للتنزه. il fait beau الجو جميل. il est possible ممكن de faire du vélo ممكن نركب دراجة. dans un parc في حديقة. autour يعني الحديقة دي حول un citadelle fortifiée حوالين القلعة. dans le centre de la ville في وسط المدينة. il y a un très joli quartier في حي جميل جدا. plein de magasins chic ممتلئ بالمحلات الشيك. et de bons restaurants والمطاعم الجيدة. pour se déplacer للتنقل في المدينة. il y a des bus في اتوبيسات. des vélos دراجات. et un métro كمان في مترو. c'est pratique pour aller d'un centre commercial à un autre. وسائل المواصلات دي حاجة عملية عشان التنقل من سنتر كوميرسيال، من مركز تجاري إلى آخر. قطر يعني آخر.
وكمان بور الي اليكول للذهاب للمدرسه، على بيسين والذهاب كمان للحمام السباحه او الاستاد، او حتى او تياتر الى المسرح. بارسكو لا فيل اي تري جراند لان المدينه كبيره جدا. إلي أجريابل دو مارشي من الممتع أن نمشي دون لي بوتيترو في الشوارع الصغيرة بور أدميري. شارلوت أبي تسكن دون زان فيلاج في قرية، طبعا غلط. دون زون بوتيت فيل برضو غلط. هنختار دون زون فيل دون لو نور في مدينة في الشمال. بور سو دو بلاسي للتنقل دون سيت فيل اون بو بروندر نستطيع أن نركب لو بوس اي لو مترو، ودي الإجابة الصح. طب نبص على بقية الإجابات. لو بوس اي لو باتو، الباتو يعني مركب، هو ما ذكرش المركب في القطعة. لو فيلو صح بس لا موتو الموتوسيكل ما اتذكرتش في القطعة. شارلوت سو بالاد كون تتنزه عندما يكون الجو جميل. لتون اي دو يعني ايه بقى لتون اي دو؟ الطقس يكون لطيف. طب هي اتذكرت في القطعة ازاي؟ il fait beau الجو جميل. شارلوت في دو فيلو دون ان بارك في الحديقة اللي هي حوالين القلعة. الياد دي ماجازان شيك يوجد محلات شيك هنا او سونتر فيل في وسط المدينة. نخش على أسئلة الستاسيون، أسئلة المواقف، وكل سؤال هنا بدرجتين. وفي أسئلة المواقف فودي موندي يعني أنت تسأل. طبعا الفو معنى أنتم أو حضرتك، بس هنمشيها في المواقف بمعنى أنت. يبقى الفو في المواقف هنمشيها بمعنى أنت. أنت بتسأل كوبان الصديق كومون سو دو بلاس اون فيل كيف يتنقل في المدينة، هو هيرد عليك هيقول لك توجور اون مترو، والمترو هنا داخل المدينة. السؤال الثاني من أسئلة المواقف فودي موندي افوتري كوبان انت بتسأل صديقك كل انيمال il بريفير اي حيوان هو يفضل. كسكل دي ماذا هو يقول؟ فهيقول طبعا ليشا il مو فون رير. السؤال نمرو 13 فوني مي با لي بات انت ما بتحبش لي بات يعني المكرونة. كيسكي فوديت ماذا انت تقول؟ فهتقول جو ني با انفي دو مانجي دو بات يعني ايه بقى جو ني با انفي دو؟ ما عنديش رغبة. السؤال نمرو 14 فو بارلي دو فول وزير انت بتتكلم عن اوقات الفراغ بتاعتك. كيسكي فوديت ماذا انت تقول؟ هتقول جو شات افيك لي كوبان انا بعمل شات مع اصدقائي. فو ديكريفي يعني انت بتوصف. فوتر ميزون منزلك. كيسكي فوديت ماذا انت تقول؟ il se compose de 12 étages هو مكون من طابقين. السؤال رقم 16 vous demandez à votre copain انت بتسأل صديقك pourquoi لماذا؟ il a besoin يحتاج. لماذا يحتاج؟ للكورد. كورد يعني حبل، والحبل طبعا بور فير دو لاسكالاد لكي نمارس التسلق. vous voulez acheter de lentilles انت عايز تشتري لونتي يعني عدس. كيسكي فوديت ماذا انت تقول؟ هتقول طبعا جوفي او رايون برودوي سيرياليي اللي هي اذهب لقسم النشويات. اسئله الجرامير ايه تون اوبونيون؟ كلمه اوبونيون دي كلمه مفرد مؤنث. طب ليه يا مسيو في تون؟ مش المفروض كان يبقى طا؟ بس اوبونيون هنا مبدوءه بمتحرك، فبدل الطا كانت الاصل طا اتحولت لتون، فيبقى اوبونيون دي كلمه مؤنثه فهختار كل. Appuyez-vous vite ارتدوا بسرعة. لو بوس nous attend الأتوبيس مستنينا. Le voyageur monte l'avion هو مونتي بس بياخد مع وسائل المواصلات الأون أو حتى الأ. بس لو أنا عندي مونتي وفي أدوات المعرفة لو لا الأبستروف ليه يبقى لازم مونتي دون، وده تعبير مهم جدا اللي هو يصعد فيه. يعني انا ممكن اقول مونتي اون تاكسي او مونتي ا شوفال. طب لو في دون يبقى مونتي دون لو تاكسي يصعد في التاكسي، او مونتي دون لافيون يصعد في الطائره. يبقى هو تعبير على بعضه مونتي دون. جو سي جوي. جوي هنا بمعنى يلعب ولا يعزف؟ لو بمعنى يلعب لازم يجي وراه او الا الابستروف او افيك اكس زائد الرياضة اللي أنا بلعبها. الرياضة فيها كورة. أما لو بمعنى يعزف هيجي معاه الدو الدولا الدو الأبستروف أو حتى الدي بس زائد آلات
موسيقية. انا عندي بيانو، البيانو ده بقى اللي هو آلة موسيقية، يبقى لازم اختار الدو دو لا دو الابوستروف دي، يبقى دي هي الاجابة الوحيدة اللي صح. نو لي ديرنيير فاكونس، ديرنيير فاكونس يعني الاجازة الماضية، والاجازة الماضية يبقى انا عايز بص كومبوزي. الاختيار الاول ده مضارع، الاختيار التاني ده مستقبل، والاختيار التالت والرابع ده ماضي مركب. بس بصيه في الاختيار التالت بمعنى يمر، والاختيار الرابع بمعنى يقضي. هنا بقى نحن نمر الأجازة ولا نقضي الأجازة في الريف؟ لا نقضي طبعا. طب الجملة دي معتمدة على الأزمنة، نشرح مع بعض الأزمنة. لي تون، الأزمنة. احنا عندنا في منهج ثانوية عامة عندنا 4 تون، 4 أزمنة. الزمن الأولاني اللي هو المضارع، الزمن الثاني اللي هو المستقبل القريب، الزمن الثالث اللي هو لو باسي ريسون الماضي الحديث، الماضي الحديث، والزمن الرابع الماضي المركب. اول حاجه عندنا المضارع اللي هو لو بريزون، المستقبل لو فيتور بروش، الماضي الحديث لو باسي ريسون، والماضي المركب لو باسي كومبوزي. اول حاجه لازم نعرفها الكلمات الداله على كل زمن. اول حاجه كلمات المضارع عندنا كلمه aujourd'hui، aujourd'hui يعني اليوم. عندنا كلمه maintenant يعني الان. عندنا كلمه شك يعني كل، شاك جور كل يوم. ديبوي يعني منذ، منذ بس بتدل على المضارع. دي اول حاجه كلمات المضارع. طب كلمات المستقبل كلمه دومان غدا. عندنا هنا ابري دومان بعد غد، بروشان بمعنى القادم، ولو زودت لها القادمة. بيانتو قريبا. سوسوار هذا المساء. عندنا بلوتار فيما بعد. عندنا كلمة دون اللي هي في خلال. نخش على كلمات الماضي الحديث او الماضي المركب، هي نفس الكلمات، لكن الماضي الحديث اهم كلمة عندنا في الماضي الحديث اللي هي إليا بمعنى منذ، زائد فترة زمنية قصيرة. لكن برضو نفس كلمات الماضي اللي هنا هي هنا. يعني مثلا عندنا كلمة إيار يعني أمس. عندنا كلمة ديرنييه أو ديرنيير بمعنى الماضي. بصي بمعنى الماضي أو السابق. ده بالنسبة للكلمات الدالة. أول حاجة عندنا زمن المضارع. المضارع العادي بتاعنا لو بريزون. أول حاجة المجموعة الأولى اللي احنا كنا بنحذف الأو ار من المصدر، وبعد كده نضع النهايات. والنهايات كانت بتبقى على حسب الضمير، يعني الجو كان معها حرف الأو، التو كان معها او اس، الإل والال والأن كان معها الأو، النو معها الأو ان اس، الفو معها او زد، أما الإل والإلافيك اس معاهم او انتي. ده بالنسبة للمجموعة الأولى في زمن المضارع. طب المجموعة الثانية الدوزيام جروب، المصدر بينتهي بالاي ار. كنا بنعمل ايه؟ بنحذف الاي ار وبرضو ونضع النهايات على حسب الضمير او الفاعل. الجو كان معاها اي اس، التو كان معاها اي اس، اما الإل والال والان كان معاها اي تي، النو كان معاها اي اس اس او ان اس، الفو اي اس اس او زد، اما الإل والال دو بلوريال معاهم اي اس اس او انتي. والمجموعه الثالثه افعال شاذه في التصريف. نخش على زمن المستقبل. المستقبل القريب اللي هو لو فيتور بروش. التكوين بيتكون من ايه؟ من تصريف فيرب اليه زائد اي فعل في المصدر. اليه والمصدر، واليه هنا بمعنى سوف. يبقى انا لازم اصرف فيرب اليه واكون حافظ تصريفه ازاي؟ جو في، تو فا، il va. طبعا il وال وان va. nous هتبقى nous allons، vous allez،
اما الايل والال ال فون. وبعد كده بنكتب المصدر اي فعل انا عايز اجيب في المستقبل. يعني انا ممكن اقول ايه؟ لو انا قلت جو في فيزيتي هيبقى معناها ايه الجمله؟ انا سوف ازور. طب تو فا مونجي، انت سوف تاكل. ال اون فا روجاردي، هو او هي او نحن سوف نشاهد. نوز الون فينير، نحن سوف ننهي. Vous allez choisir، أنتم سوف تختارون. ils vont faire، هم أو هن سوف يفعلون. طب لو أنا عندي فعل ذو ضميرين، التركاية كلها في الذو ضميرين زي فيرب سو ليفي، أصرفه إزاي هنا في المستقبل؟ أصرفه كده، أجيب أول حاجة جوفي، فيرب ألي تو فا، il elle on va. nous allons، vous allez، ils elles فون. بعد كده اجيب المصدر اللي هو ليفي، هينزل هو ليفي. اما الذو ضميرين اللي هو السو هيتحول بناء على الفعل الاول. يعني الجو هيبقى معاها مو، التو هيبقى معاها تو، il elle on va se، nous allons nous، vous allez vous. اما الال والال سو. ده كده بالنسبه للمستقبل. طب نخش على الماضي الحديث. لو باسي ريسون، الماضي الحديث، وده بيدل على حدث تم وانتهى في الماضي بس منذ فترة زمنية قريبة أو قصيرة. أهم حاجة عندنا التكوين. التكوين بيتكون من إيه؟ من فونير ومعاه دو أو دو أبستروف زائد المصدر. لازم الكلام ده كله يتطبق، يعني فونير دو والمصدر، لازم فونير دو والمصدر. فونير هنا بمعنى للتو أو لسه، فهقول كده جو فيان، je viens de، tu viens de، او ممكن دو ابستروف مش تفرق. il vient او il elle on viennent de. nous venons de او دو ابستروف اهو. vous venez de. il elles viennent، يبقى انا كده صرفت فيرب فونير دو او دو ابستروف، ونكتب اي فعل في المصدر. يعني مثلا هقول كده جو فيان دو فيزيتي، انا زرت للتو. تو فيان دو مونجي، انت اكلت للتو. il elle on vient de regarder، هو او هي او نحن شاهدنا للتو. nous venons de aller، يبقى nous venons d'aller، نحن ذهبنا للتو. vous venez de faire، أنتم فعلتم للتو. il elle viennent de finir، هم خلصوا للتو. نخش على الماضي المركب. الباسي كومبوزي، لو باسي كومبوزي. الباسي كومبوزي بيتكون من ايه؟ واهم حاجه زي ما اتفقنا التكوين. بيتكون من فعل اتر او افوار، ودي اول مشكله عندنا. احنا المشكله عندنا اللي انا ممكن اختار فيرب اتر او ممكن اختار فيرب افوار. هختاره بناء على ايه؟ بناء على الفعل اللي انا عايز اصرفه في الماضي. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اقول ذهبت اللي هو الي يذهب، لازم اسال نفس السؤال، هو الي ده مع اتر ولا افوار؟ تمام؟ يبقى ده اسمه فعل مساعد. يبقى الفعل المساعد لا اما ايه لا اما ايه، لا اما اتر لا اما افوار. بعد كده حاجه اسمها اسم المفعول من الفعل اللي انا عايز احطه في الماضي، اللي هو يذهب مثلا الي، لازم اجيب منه اسم المفعول. طب علامه اسم المفعول اعرفها منين؟ لازم يكون الفعل اخره لو مجموعه اولى الاو عليها اكسون كده، يبقى ده مجموعه اولى. طب لو مجموعه ثانيه يا مسيو اخره ايه؟ طب لو مجموعه ثالثه يا مسيو بيبقى اخره حرف اليو اللي هو الاو او التي او الاس. طب نجرب كده في اسم المفعول. لو انا عندي فيزيتي ده المصدر، عايز اجيب اسم المفعول، يبقى فيزيتي ما دام ده مجموعه اولى يبقى اخره او عليها اكسون. طب لو قلت اليه هعامله كانه مجموعه اولى فهيبقى اليه والاو عليها اكسون. طب لو قلت فينير هيبقى فيني اخره اي. سورتير اعامله مجموعه ثانيه يبقى سورتير اخره الاي اللي هو الاي. طب لو مجموعه ثالثه بصوا حرف اليو، لو قلت بوار يشرب هتبقى ب. طب لو تي مثلا اقول فير بيبقى في. طب لو اس مثلا هقول بروندر يبقى بري. يبقى ده اسم المفعول.
نخش على النقطة الأولانية اللي هو الفعل المساعد. امتى اختار اتر؟ امتى اختار افوار؟ اتر معاه 14 فعل زائد الذو ضميرين. اي فيرب بره ال 14 فيرب وما يكونش ذو ضميرين يبقى مع افوار، ودي اللعبة بتاعتنا. طب ايه هم ال 14؟ الي بمعنى يذهب، arriver بمعنى يصل، partir بمعنى يرحل، venir بمعنى يأتي، sortir بمعنى يخرج، entrer بمعنى يدخل، monter بمعنى يصعد، descendre بمعنى ينزل، naître بمعنى يولد، mourir يموت، rester يبقى، tomber يقع، retourner يعود، passer يمر. وبصيه بمعنى يمر ده الوحيد اللي ممكن يتصرف مع اتر او افوار. بصيه لو بمعنى يمر هيبقى مع اتر. طب افعال افوار بقى يا ميسيو، هنكتب كده بقية الافعال. يعني لو انا بصيت على اتر يكون، عايز اقول انا كنت، اتر نفسه مش موجود من ضمن ال 14، يعني اتر بيتصرف مع افوار. طب افوار يمتلك، نبص كده على ال 14، هو ده المرجع بتاعنا يا جماعه. اي فيرب بره ال 14 فيرب، بره ال 14 فيرب ال 14 يبقى مع افوار. طب لو انا قلت بصيه، بس بصيه هنا بقى بمعنى يقضي او يمرر الكوره او يجتاز الامتحان، وافعال تانية كتير. كل الافعال دي اللعبه بتاعتنا. طب نصرف كده فيرب مع اتر وفيرب مع افوار. فيرب مع اتر نقول فيرب اليه مثلا. اليه هنا لازم نسال نفسنا سؤال، هو ده مع اتر ولا افوار؟ نرجع كده ونشوفه كده من ضمن ال 14. من ضمن ال 14 ادي اليه. يبقى لازم اول خطوه اصرف فيرب اتر. تاني خطوه من اليه اجيب اسم المفعول، واسم المفعول اعتبره مجموعه اولى فيبقى الاو عليها اكسون. فاقول كده جو سوي الي، tu y es allé, il est allé, il est allé, elle est allée. هنلاحظ اللي عليه اسم المفعول بينزل زي ما هو. nous sommes allés، نفس النظام، اسم المفعول زي ما هو. vous êtes allés، vous êtes allés. ils sont allés، ils sont allés. مش هنقف لغايه هنا. احنا عندنا ملاحظه مهمه جدا. ملاحظه ايه هي الملاحظه؟ اللي افعال المساعد اتر اللي هم ال 14 فيرب والذو ضميرين، افعال اتر 14 فيرب والذو ضميرين، افعال اتر تاخذ حاجه اسمها تبعيه. التبعيه دي بالفرنساوي اسمها لاكور. عندنا 4 احتمالات للتبعيه. لو عندنا مفرد مذكر لا نضع شيء في نهايه اسم المفعول. طب لو مفرد مؤنث، نضع حرف الاو في نهايه اسم المفعول. طب لو جمع مذكر بنحط حرف الاس. طب لو جمع مؤنث بنحط الاو اس. هي دي التبعيه ببساطه يا جماعه. انا لو عندي الضمير جو دي يعني انا، ممكن اللي بيتكلم ولد او بنت، صح؟ لو ولد يبقى جو سوي زي كده، صح؟ طب لو بنت احط الاو ما بين اقواس. التوم معنى انت، ما ممكن انت ده يبقى ولد او بنت، انت او انت، يبقى احط الاو ما بين اقواس. طب الإيل، لا الإيل دي ولد، يبقى ما احطش حاجه في نهايه اسم المفعول. طب ال دي بقى، ال دي مؤنث، صح؟ يبقى لازم احط او زياده هنا. النو دي يعني نحن، جمع، ممكن تبقى جمع مذكر ازود اس، او جمع مؤنث ازود او اس. طب الفو، لا ليها 4 استخدامات. الفو ممكن تبقى كده يبقى معناها حضرتك. طب لو زودت لها ايه بس يبقى حضرتك. طب لو زودت لها اس انتم، واو اس انتن. ils sont allés، il avec اس دي جمع مذكر فحط اس. طب ال avec اس جمع مؤنث او اس. فببساطه يا جماعه التبعيه دي بتيجي مع اتر، والتبعيه دي بناء على الفاعل، الجو والتو والال والال هكذا، وبنحط التبعيه زي المذكر والمؤنث والجمع في نهايه اسم المفعول. طب نعمل كده مثال تاني. لو انا قلت مدام كون فو زيت،
نقط، واحط في الاختيارات ني اللي هو اتولد او ولد ني. وده سؤال كان بيجي لنا من سنه اولى ثانوي. اول حاجه انا عندي فوزات ده فيرب اتر صح، يبقى انا عايز اسم المفعول بتبعيه، ده اسم مفعول ده اسم مفعول ده اسم مفعول ده اسم مفعول، واحط تبعيه. دي مفرد مذكر، ني التانية دي مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. انا بكلم هنا المدام دي مفرد مؤنث فانا هختارني، يبقى قوم فوزتني يا مدام، حضرتك اتولدتي امتى؟ ده بالنسبه لافعال اتر. طب نبص على فعل من افعال افوار، اختاروا اي فيرب من افعال افوار، مثلا روجاردي وشاهد. لازم اسال نفسي سؤال، هو الفيرب ده مع اتر ولا افوار؟ وبعد كده اجيب اسم المفعول من الفيرب ده، يعني روجاردي وهيبقى اخره او عليها اكسون. طب نبص كده على افعال اتر نشوف هو من ضمن الافعال ولا لا. روجاردي مش موجود من ال 14، يبقى مع افوار. يبقى اول خطوه عندي اصرف فيرب افوار مع كل الضمائر، يعني الجو هتبقى جي، التو هتبقى تويا، الإل هتبقى إلا، إلا، النو nous avons. طب الفو vous avez. طب الإل ils ont، وإل ils ont. طب روجاردي يا مسيو هتنزل زي ما هي روجاردي بالأو عليها أكسون اهي روجاردي. يبقى أنا كده صرفت فيرب افوار وبعد كده كتبت اسم المفعول، يبقى جي روجاردي تويا روجاردي. طب حوار التبعية بتيجي مع اتر، نكتب هنا ملاحظة افعال المساعد افوار لا تأخذ تبعية، ما بتاخدش تبعية الا في حالات خاصة، ودي ما اتذكرتش في المنهج. خلينا بس اللي افعال افوار ما بتاخدش تبعية، فبالتالي جي روجاردي دي كده صح من غير اي اضافات. حتى الا روجاردي مش ده افوار، يبقى ما فيش تبعية. يعني هنا ما ينفعش احط حرف الاو كده، انا غلط، لازم الاو عليها اكسون بس كده. تمام، ده كده بالنسبة لشرح الازمنة. طب نرجع للامتحان بتاعنا كده ونبص على الجملة بتاعتنا. نو لدرنيير فاكونس، الاجازة الماضية. الاجازة الماضية دي ماضي صح، بصيكم بوزيه. اول واحدة مضارع، تاني واحدة مستقبل. ليه بقى مستقبل؟ ادي اليه وادي المصدر، فكده دي غلط. طب سون باسي ده ماضي بس مع اتر بمعنى يمر، فيرب باسي اهو. نرجع تاني للشرح بتاعنا، ادي باسي مع اتر يبقى معنى يمر، وباسي مع افوار بمعنى يقضي. هنا لدرنيير فاكونس الاجازه الماضيه الا كومباني، هل ينفع نقول يمر الاجازه الماضيه ولا يقضي الاجازه؟ يقضي الاجازه. وهنلاحظ كمان اللي النو سوم مع فيرب اتر، بصوا هنا في تبعيه، اما مع افوار ما فيهوش تبعيه. وبكده شرحنا الازمنه. نكمل الامتحان بتاعنا. مي جرون بارون الاجداد. الاجداد هنا بيساوي الإيلافيك اس، والإيلافيك اس معاها الاو ان تي، يبقى فيف يعيشون. النوفو سورتير افيك، النو دي نفي، بام معنى لا، ريان يعني لا شيء، جامي يعني ابدا، بيرسون يعني احد. هل ينفع اقول هو لا يريد ان يخرج مع لا يريد ان يخرج مع شيء، لا يريد ان يخرج مع ابدا، ولا لا يريد ان يخرج مع احد؟ يبقى مع احد. يبقى هنا معنى الجمله يبقى انه فو سورتير افيك بيرسون. الجمله الاخيره لا شوميز دو مون فرير، قميص اخويا. انا ماليش دعوه بالاخ، انا عايز هنا صفه بتوصف لا شوميز. لا شوميز ده مؤنث، يبقى انا عايز صفه مؤنثه، يبقى انا هختار بلو. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. في الفيديو بتاع النهارده حلينا اول امتحان من امتحانات برافو طبقا لمواصفات الامتحان الجديده، وكمان شرحنا الازمنه. والى ان القاكم في فيديو قادم. اورفوار اي بون جورني. ميرسي بور روغاردي سيت فيديو. شكرا لكم على مشاهده هذا الفيديو. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب بقناتي.